لما نيجي نلقي نظرة على المشهد السياسي والاجتماعي هنلاقي إن العشرينات دي لحظة ميلاد الوعي المصري. بعد ثورة 19 المصري حس لأول مرة إن صوته ممكن يغير. البلد وقتها كانت بتحاول تقوم من تاني. النهضة اللي حصلت ما كانتش بس في السياسة، دي كانت كمان في الفن. القاهرة في العشرينات كانت شبه باريس صغيرة، مسارح بتتفتح كل يوم وصحف فنية وقهاوي فيها شعراء وموسيقيين وممثلين بيحكوا عن البلد الجديدة اللي بيحلموا بيها. وفي النص كان في صوت بيوحد الناس كلها. سيد درويش. الراجل اللي بدأ من اسكندرية وفضل يغني للفقراء وللثورة وللحياة في العشرينات كان لسه صوته بيرن في كل حارة. سيد درويش ما كانش بس مطرب، كان مثقف شعبي بيوصل أفكار النهضة للناس بلحن بسيط وكلمة صادقة. قوم يا مصري مصر دايما بتناديك، موت بنصري نصر دين واجب عليك. بالرغم انه مات بدري سنة 1923 بس تأثيره فضل ممتد وما ماتش. هو اللي فتح الباب قدام فنانين يربطوا الفن بالوعي.